لا استنى بس، لو انت فاكر ان جوجل استوديو بدأ خلاص يقف عند حتة النانو بنانا وان هو ما يبقاش عنده حاجات اقوى من كده، فعايز اقول لك انت غلطان. بص يا جماعة، التحديث ده شبه لسه ما حدش اتكلم عنه، او جايز يكون حد اتكلم عنه، ولكن انا لسه شايفه حالا والله. وده بالنسبة لي اقوى وافضل اضافة مجانية لحد دلوقتي. بتقدر ان انت تديها صورة المنتج بتاعك بطريقة عادية جدا، مصورها بالموبايل زي ما هو ظهر قدامك، وبتاكد زرار هيقدر يحول لك النتائج اللي عمالة تظهر قدامك دي بشكل احترافي ولحد كواليتي 4K بشكل مجاني. وزي ما قلت لك ان الفتره الجايه هتبقى فيها تحديثات قويه جدا، فما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه علشان اللي جاي ان شاء الله ما يفوتكش. او لو حابب انك تشوفني تاني اصلا، الاهم بقى انك ما تنساش انك تصلي على النبي. ويلا بينا نخش في الشرح. بصوا يا جماعه، اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن تحت هيبدا يفتح معاك بالشكل ده، هتبدا تضغط له هنا كده. هنا بقى بص، معاك مربع واثنين وثلاثه، هنبدا نشتغل على واحد واللي هو اللي تحت ده. طيب هنا ببدا اديله صوره المنتج اللي انا عايز ان هو يظبطها لي، وهنا ببدا اديله الريفرنس اللي انا هبدا اقول له اعمل لي حاجه شبهها. ومن هنا بتبدا تختار انت محتاج تخرج الصوره سينماتيك، وعندك اكتر من حاجه تاني زي ستوديو لايت، وعندك حاجات كويسه جدا. ومش بس كده، انت كمان بتقدر انك تختار المنظور اللي يعجبك. انت متخيل بقى التوب فيو والسايد والكلوز اب، كل اللي انت محتاجه موجود هنا يا معلم. وده ما بيأثرش على الديزاين بتاع المنتج في اي حاجه. وهجرب معاك. في البدايه بصراحه حبيت اسهل الموضوع، وقلت ايه، هبدا اجيب منتج يكون الكواليتي بتاعته نظيفه، ولكن طبعا بالعربي علشان نبدا نشوف قوه العربي هتبقى عامله ازاي. لان انت عارف ان في بعض الاضافات بيبدا يلخبط لك الكلام العربي مظبوط. فانا ابتديت اجيب صوره بالشكل اللي قدامك ده، وكل اللي بعمله ان انا باجي عند المربع الاول بعمل دبل كليك وببدا اختار صوره المنتج، ومن هنا ببدا اختار الريفرنس اللي انا محتاج ان هو يعمل لي من نفس الصوره اللي انا هديها له. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا دلوقتي هروح على بنترست بالشكل ده، هيقابلني حاجات كتيره جدا. على سبيل المثال مثلا حاجات شبه كده، وفي حاجات تانية كتير. زي اي بيئه انا محتاج ان انا احط فيها الديزاين بتاعي، فانا مثلا هاخد الصوره دي تمام، وهبدا ارجع هنا وهبدا اختار الصوره اللي انا هختارها كستايل ريفرنس بالشكل ده، وهستنى لحد طبعا الابلود ما يخلص. وكل اللي بعمله ان انا بعمل جنريت هنا بالشكل ده وبنتظر الصوره. طبعا انا هنا ما غيرتش في اي حاجه خالص في الحاجات دي، ولكن دلوقتي هبدا امشيها معاك واحده واحده. بص كده، دي اول صوره عندك ال2K وال4K بشكل مجاني بالكامل. طيب هنا بقى لو ابتديت اغير مثلا في الفرونت فيو للمثلا التوب او السايد، مثلا خلينا مثلا في السايد فيو، وهبدا اختار مثلا من هنا سينماتيك او بلور ايا كان. تعال نجرب، يعني تعال اجرب معاك اكتر من حاجه، وهعمل جنريت. طيب هنا بدا يشيل المنتج الموجود ويبدا يحط لي المنتج اللي هو بتاعي، ولكن ده طبعا مش افضل حاجه بصراحه. خلينا اغير مثلا دي، نبدا نختار مثلا استوديو لايت، ومن هنا مثلا خليها، يعني ممكن نجرب على نفس السايت نبدا نشوف. بص بقى كميه الجمدان. تمام. طيب تعالى مثلا نغير ايه هنا كده، وهنبدا نجرب برده السينماتيك. تمام. انا لحد دلوقتي مش ايه، يعني مش هغير حاجه في المنظور. خلينا نتقل، يعني انا عايز اجرب معاك بقى ايه، واحد واحد، فهمتني؟ بص بقى الجمدان. طيب انا عايز اعمل مثلا داونلود 4K. تمام. بص حجم الصوره كام، 20 ميجا تقريبا. بص كده، بص العربي ما فيهوش اي مشكله، حاجه فوق التحفه، فوق التحفه يا جماعه. وهو ضاف نفس العيش اللي موجود هنا ونفس الطماطم. تمام، حلو قوي. طب تعالى نجرب هنا بقى الايه، التوب فيو، اللي هو هات لي مثلا ايه من فوق، وهات لي مثلا بدل دي خليها سينماتيك مثلا، وتعالى نشوف كده مع بعض. الله، اقسم بالله بجد، الله بجد النتيجه دي انا ما شفتهاش وانا بجرب. فتعالى كده هعمل داونلود 4K برضو 23 ميجا. بص ايه ده، جامده بصراحه يعني حاجه فوق الخرافي. التوب فيو جامد جدا. تمام. تعالى ايه نجرب، او تعالى بقى ايه، بص بعد ما خلصت التجربه دي انا كنت حابب ان انا اصعبها. بمعنى ايه بقى، قمت جايب اللي هو اللي هو بتاع مزارع دينا ده، الكوفي شيك ده ولا مش عارف اسمه ايه، انا بحبه بصراحه. تمام. وقمت ماسك الموبايل وقمت مصور ايدي كده اهو. هوريك الصوره حالا. بص اهي صوره على المكتب وانا قاعد بنفس الاضاءه الوحشه بكل حاجه، وقلت اجرب. انت عارف ان انا بحب ايه، اصعب الموضوع شويه، يعني في حته ان انا لو لقيت حاجه بتطلع لي نتائج كويسه بحب اصعبها عليه. لقيته كويس هبدا اقول لك كويس، لقيته مش كويس هبدا اقول لك مش كويس. انت عارف بقى الموضوع ده. ولكن قبل ما اروح معاك للتجربه دي، عايز اقول لك دلوقتي ان كورس حمدي بقى متاح بعروض قويه جدا. هتقدر تاخد فونت حمدي الرابع والخامس والسادس من الفونتات المدفوعه، وكمان بتقدر تاخد باكج 50 جيجا مع الكورس. والكورس زي ما قلت لك بيشمل 4 كورسات، وفي مميزات كتيره جدا، منها ان الكورس متحدث باستمراريه، وبينزل لك التحديثات دي بعد كده بشكل مجاني بالكامل. يعني بتدفع قيمه الكورس مره واحده، واللي جاي كله ان شاء الله بيكون بشكل مجاني. هسيبك مع الفيديو تسويل لاقل من دقيقه ونرجع مع بعض مره ثانيه. طيب هتقدر انك تعد معايا المميزات اللي بقت مع كورس حمدي دلوقتي. مبدئيا نسيت الكورس بيشمل 4 كورسات زي ما قلت لك، السوشيال ميديا والمطبوعات والتسويق الذاتي، اللي هو ازاي تجيب عميل وازاي تسوق شغلك بطريقه احترافيه. ورابعا
وطبعا المونتاج زي ما هو واضح في فيديوهاتي دلوقتي. كل الكورسات دي بتكون من الصفر تماما لحد ما توصلك للاحتراف بشكل سلس وبسيط زي ما متعودين مع بعض. الكورس حاليا بقى بيتحدث وبينزل له اضافات ودروس قويه جدا هتساعدك ان تنقل مستواك من شخص مبتدئ لشخص محترف، والتحديثات دي بتنزل لك بشكل دائم ومجاني بالكامل. يعني بتدفع قيمه الكورس مره واحده فقط وبعدها بيوصلك كل التحديثات ببلاش. وخد بقى الهدايا اللي بقت مع الكورس دلوقتي. هتقدر تاخد مع الكورس فونت حمدي الاصدار الرابع، الخامس، السادس من الفونتات المدفوعه بشكل مجاني. وفوق كل ده هتاخد باكج مع الكورس 50 جيجا فيها كل الملحقات اللي ممكن تحتاج، وجروب تليجرام واتساب للمتابعه. يعني لو وصلك الكورس وفي اي حاجه مش واضحه او محتاج فيها مساعدتي بتتواصل معايا وبكون معاك ان شاء الله خطوه بخطوه. وبس كده يا سيدي. علشان تعرف كل التفاصيل الباقيه هتلاقي رقم واتساب ظهر قدامك دلوقتي تقدر انك تتواصل معايا عليه، او هتلاقي لينك تحت هتضغط عليه هيحولك الواتساب اوتوماتيك، وهناك هقول لك على كل حاجه. وبس كده. بس يا سيدي تعالى بقى نجرب. تعالى بقى نشوف ايه. هبدا اروح تاني دبل كليك واختار الصوره هنا، وهنا طبعا الريفرنس اللي قلنا عليه. انا مثلا ممكن اخد حاجه شبه كده عادي اهو مثلا بالشكل ده، وخلينا ايه نخليها سينماتيك وتوب فيو برضو. طيب تعالى نجرب على نفس المنظور ونفس اللايتنج ستايل وكل حاجه زي ما هو موجود كده، وهبدا اعمل جنريت ايمج بالشكل ده وهنشوف. يعني في حاجات بتحس ان هي بتظبط قويه جدا، وفي حاجات بتحس ان هي لا بتبقى محتاجه انك تظبط في المنظور شويه. فتعالى نشوف. يا جماعه لا والله النتائج دي ما شفتها. طب والله النتائج دي ما شفتهاش وانا بجرب مع نفسي. يا الله ايه ده، اوف بجد تحفه. ده غير ان هو ضاف بايبات قهوه اساسا، وهو مش عارف هو ازاي فهم ده، بس تمام. خرافي يعني. طيب عايز اجرب على حاجات تانية. يعني تعالى مثلا نكتب مولتو مثلا، نجيب اي حاجه بالعربي او بالانجلش او ايا كان بقى. تعالى مثلا ناخد ده مثلا بالشكل ده، وهنا مثلا هبدا اختار حاجه تانية. ممكن نختار ايه؟ انا عايز اخلي الموضوع يبقى صعب، يعني مش عارف ممكن نختار ايه. طب احنا ممكن ناخد ده صح. بص ده جامد جدا، بص كده حلو قوي. تمام. طيب دي اضافه انا شايف ان هي قويه جدا، هتفيدك جدا في حته ان انت تبدا تحط منتجاتك بشكل قوي وبكواليتي 4K زي ما قلت لك. انا ما جربتش كتير، هسيبك انت تبدا تعمل باقي التجارب. كمان في حاجات قويه جدا لسه عايز اقول لك عليها، وعشان كده دايما بقول لك اعمل اشتراك في القناه علشان اللي جاي ان شاء الله ما يفوتكش. طبعا انتوا عارفين ان نانو بنانا، او للناس اللي لسه ما تعرفش، نانو بنانا بقت اخيرا موجوده في الفوتوشوب، ولكن لسه في النسخه البيتا. وطالما بقى موجود في النسخه البيتا بعد شويه اكيد هينزل في النسخه العاديه او الرسميه بتاعه الفوتوشوب. حلو. انا المفروض كنت هبدا اقول لك المميزات بتاعه نانو بنانا على النسخه البيتا، ولكن قلنا ايه ننزل بالاضافه القويه دي الاول عشان فعلا انا كنت شايف ان هي قويه. وباذن الله هنبدا نصور حلقه النانو بنانا في نسخه الفوتوشوب البيتا. وزي ما انت شايف انا خلاص عملت الصوره المصغره. علشان كده دايما بقول لك استعد ان شاء الله الفتره الجايه في تحديثات قويه جدا هبدا اتكلم عنها، ويا رب تكون ان شاء الله باستفاده قويه جدا ليك. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف على قلبك، استفدت. لو استفدت ولقيت ان الفيديو فعلا ضاف لك ما تنساش انك تعمل لايك كومنت، والاهم انك ما تنساش انك تصلي على النبي واشتراك في القناه. بذكرك مره واثنين وثلاثه علشان خاطر اللي جاي ان شاء الله ما يفوتكش. هتوحشني لحد ما اقابلك تاني واشوفك على خير يا صديقي. سلام.